Hi fellas and welcome to my Gossips. another video, another drama action جريمة رعب. You know the drill already. جايلكم كي دراما طازة لسه نازل منها 4 حلقات ومشابهة لكي دراما اتكلمنا عليها من شوية. انا لسه متخططهاش اساسا عشان يلحفوني بدي في وشي، وهو The Queen Mantis او The Mantis Queen. البوستر هنا حاطط لكم كي دراما هنا ايا كان. انا حرفيا الفيديو ده مش مترتب له خالص، بس I have to do it. يعني حرفيا المسلسل تحفة و it's too good to be a series. المسلسل عبارة عن ان قاتلة متسلسلة وبقالها كتير في السجن، يجي 23 سنة ولا حاجة، ومحكوم عليها بالإعدام. أول مرة أشوف مسلسل بيحكم على قاتل يعني أول مرة أشوف مسلسل كوري بيحكم على هم عندهم الإعدام هو المؤبد. اوكي whatever. ابنها ضابط البوليس. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قاتل متسلسل وبنته الدكتورة بتاعة التشريح، عاليوا بالليفل زي ما هو متوقع دايما، وجابوا لنا قاتلة متسلسلة وضابط بوليس. والحقيقة انه بعد 23 سنة في شخص بيقلد نفس التكنيك بتاع القاتلة المتسلسلة دي، فهي طلبت ان اللي يساعدها في التحقيق، ايوه القاتلة المتسلسلة هي هياخدوا بخبرتها في التحقيق، وطلبت ان ابنها اللي هي تتناقش معاه في هذه القضية. بس ده اللي نازل في ال4 حلقات. طيب حلو بقى في الموضوع اللي انتوا هتتفاجئوا، يعني هو هل ابنها اصلا هيوافق ان هي يحقق معاها ولا لا؟ ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ وبيحاول يفصل دايما ان هو ما بين ان هو شرطي وان هي دي امه، وان هي دي قاتله متسلسله وان هي امه برضه، والطريقه اللي بيتكلم فيها مع امه، السينز بتاعتهم، الكيمستري، سيبكم ان هو شبه جيمين والفيس اكسبريشنز بتاعته شبه جيمين. بس جماعه عينه بتتكلم. انا I love when I see ان الممثل عينه بتتكلم من قبل بقه، من غير ما يفتح بقه. طريقه عصبيته، الطريقه اللي بيبص بيها ريلاكس ايز، وبعد كده يبص فيها وهو متنرفز. بجد من كتر ما هو مشبع انا نفسي احط لكم المسلسل كله في الفيديو ده، مش هينفع طبعا، فممكن اطلع اتكلم عليه كده بس. وحرفيا you have to watch it. في وسط المسلسلات اللي نازله لفلفه ما بين الكي دراميين، في شويه هيدن جيمز في الكي دراماز برضو انا بستلقطها كده، ودي حاجه حلوه. يعني ان بيقعد قدامي كده شويه كي دراما محدش يعرف عنها حاجه غير انا والمخرج، بس دلوقتي هنعرف عنها كلنا ان شاء الله. يعني المسلسل تحفه، الفكره تحفه، ال4 حلقات مفيش لحظه ملل. طب انا ليه اتسرعت وطلعت اقول؟ عشان انا حرقته على نفسي وعرفت مين اللي هيطلع القاتل من الناس اللي اتفرجت على القصه بتاعت لومانتك. وحقيقي يا جماعه هنتصدم كلنا، بجد هنتصدم كلنا ان شاء الله. اوكي، عشان في قصه معموله اصلا للمسلسل ده وبيتعمل مسلسل. بس الفكره انت محمساني ان انا ما حرقتوش على نفسي قوي، ان اصلا الشخص اللي هو المفروض بيقتل، اللي هم متوقعين ان هو برضه هيطلع كده في المسلسل، ملوش علاقه بالقصه اساسا. لان احنا حرفيا هنشك في كل الناس اللي موجوده في ال4 حلقات بلا استثناء بجد، وهنطلع كلاونز في الاخر. اوكي بس الطريقه بجد تبلو يور مايند، لان انتوا هتحسوا ان انتوا يعني ايه وليه وازاي وفين. اوكي مش شخصيه اساسيه اساسا. that's a number 1. number 2، المسلسل ما فيهوش نقطه ملل زي ما بقول لكم. ال4 حلقات انا شفتهم كلهم على التوالي على التوازي. تالت حاجه انه حرفيا الفكره يونيك، الفكره جديده، وانا بموت في الافكار الجديده بجد. ادوني في الافكار الجديده، قتله متسلسل وحاجات وكده، بس ادوني بقى يتحفوني بالصدمات في وشي ورا بعض كده، ورا بعض حاجات اللي انا ما شفتهاش في المسلسلات اللي قبل كده دي. ده بالنسبه لي بيبقى التوب بقى عندي. فعشان كده انا تسرعت وجيت قلت لكم، بما ان اصلا كان هينزل فيديو تاني غير ده اساسا، بس انا قلت والله ابدا ان انزل لكم الفيديو ده عشان نلحق مع بعضينا، عشان نلحق نتشاور. اوكي عشان انتوا كده هتقولوا لي في الكومنتس ايه رايكم برضو. عجبكم ولا لا؟ بتتفرجوا عليه اصلا ولا لا؟ كنتوا تعرفوه ولا لا؟ عرفتوا النهايه ولا لا زي وبس كده. بجد المسلسل يستاهل جدا ومش معروف لسه، يعني في قله قليله لسه عارفينه، فالحقوا شوفوه بقى قبل ما ينتشر.
اوكي، انا اي مسلسل بعرف ان ايديتس بتاعته لسه قليله، بعرف ان هو لسه it's not trendy yet. اوكي. So you have to watch it. I recommend it جدا جدا جدا. And don't forget to comment, share and subscribe علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نتناقش مع بعض في ال underrated K-drama اللي انا بقول لكم عليها دي اللي محدش يعرف عنها حاجه. ايوه. and that's it. ما تنسوش تقولوا لي بتتفرجوا عليه اصلا ولا لا، بتتابعوه، عارفينه اصلا ولا لا، يعني شاكين في مين، شاكين في مين. عشان حد قرا القصه اصلا ولا لا بتاعت اللومانتي. وبس، ما تنسوش تشاركوني في الكومنتس and that's it.